السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه اخواتي؟ وحشيني كتير كتير. صباح عليكم كده الاول في اول الفيديو، هنبدأ روتين حلو قوي هيعجبكم. بس انتوا ايه، كملوا الفيديو للاخر، هتلاقوا مفاجآت حلوة في الفيديو، حاجات حلوة وروتين حلو. ونشجع بعض كده يا بنات، ونشوف هنعمل ايه النهاردة بقى في اليوم بتاعنا، ونشوف ورانا ايه، وهتشجعوني وهشجعكم ان شاء الله، وبحبكم كتير كتير. بتمنى منكم بقى ان انتوا تسيبوا لي تعليق حلو للفيديو، وتحطوا له كده لايك للفيديو. وبحبكم كتير. بشكر اخواتي اللي هم دايما معايا في القناة، ودايما كده بيدعموني واقفين معايا. احنا عيلة واحدة يا اولاد، وبحبكم كتير كتير بجد. هنبدأ بقى هنا ايه الفيديو بتاعنا، بادئ من الصبح كده بدري، علشان انتوا عارفين الجو اليومين دول حر خالص. يا دوب يعني بصوا، ما بنقدرش والله نقف في الشمس خالص. انا عن نفسي يا ولاد مش بحب الصيف خالص، ولا بحب الحر. بحب الشتاء عامة. انا كائن شتوي، بحب الشتاء جدا، ومش بحب الحر بقى، ولا بحب الفرهدة. المهم ايه، قمنا كده بدري، وقلنا بقى ايه، نغسل غسيل وننشر الاول. اول حاجة نبدأ اليوم، علشان نشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض، وهنطبخ ايه، ونستف ايه، ونكركب ايه، ونعمل ايه ولا ايه. ربنا يعيني ويعينكم يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم اليوم اللي انا ببقى قاعداه، يعني هو المفروض ان هو يوم اجازه، بس هو مش بيبقى يوم اجازه، مش بيبقى يوم اجازه خالص. يعني ببقى بلف حوالين نفسي كده، علشان ان انا الحق اخلص الشغل كله اللي ورايا. ربنا يا رب كده يخليكم ولادكم يا رب، ويبارك لكم فيهم. ألف ألف مبروك للي عنده أولاد كده، وربنا نجحهم. ربنا يا رب كده يجعل النجاح دايما في طريقهم يا رب، اللهم آمين. وينجح الأولاد يا رب، ويبارك لي فيهم، اللهم آمين يا رب. ابعد عننا عيون الناس الوحشة يا ولاد، الناس اللي بتحقد وبتحسد وشغلين نفسهم بغيرهم. فكل واحد يخلف نفسه. ربنا يا رب كده يبعد عننا اي عين وحشة، ويبعد عننا اي حد وحش ومؤذي يا رب، اللهم امين. الناس والله يا ولاد، انا عن نفسي مش بشغل نفسي بحد. يعني انا من بيت الشغل ومن شغل البيت. يعني انا لو انا مش بشتغل، بفضل قاعدة في البيت ال 24 ساعة. ممكن البلكونة كمان مش بدخلها. كل واحد يخلف نفسه، كل واحد يشغل نفسه بحاله. صدقوني لو كل حد فينا شغل نفسه بنفسه وبحاله، أحواله هتتغير كتير والله بجد للأحسن. إنما الناس عيبها إن هي شغلة نفسها بغيرها. محدش عارف مثلا العيال دول، ده اولادها نجحوا، ده اولادها مش عارفه ايه، ده هم ايه. محدش عارف الناس عايشه ازاي، وبابها مقفول عليها بتبقى فيها ايه، او مرت بايه، او يومها عدى ازاي. محدش عارف. فربنا يا ربنا يا ولاد يبعد عننا اي حد مؤذي بجد، يبعد عننا عيون الناس الوحشه. خلوكوا كده صفوا نيتكم لبعض، وحبوا بعض. و لان الدنيا ما تستاهلش اي حاجه وحشه بجد. يعني احنا النهارده احنا في صحتنا، بكره احناش عارفين احنا ايه اللي هيجرى لنا. النهارده احنا معانا حبايبنا، ما احناش عارفين بكره ايه اللي هيحصل، مين اللي هيبقى معانا ومين اللي مش هيبقى معانا، واحنا نفسنا هنبقى موجودين في الدنيا ولا لا. ف طول ما انتوا ضميركم، انتوا راضيين عن ضميركم، وراضيين ربنا سبحانه وتعالى، وماشيين بما يرضي الله، م- الحمد لله. ده لوحده ان احنا يعني بصوا دايما تحطوا ان ربنا شايفكم في كل وقت، وفي كل اوان، وفي كل حين، وفي كل اي حاجة انتوا بتعملوها. فربنا يا رب يبعد عننا اي حد مؤذي يا رب، اللهم امين. وكل واحد يشغل نفسه بحاله. بجد والله. اصلا هقول لكم، انا بقول لكم الكلام ده ليه. اصلا انا بنتي الفتره اللي فاتت، بنتي الكبيره والله هي تعبت، صرفت عليها 4000 جنيه في اسبوع واحد. إيه، ما كانتش بتاكل، ولا كانت قادرة تشرب، ولا كانت قادرة اصلا تتعايش خالص، وخست وتعبت. تعبت جامد. قعدت عملت لها كشفت عليها، وعملت لها تحاليل، وعملت لها اشاعات، والله العظيم ب4000 جنيه يا ولاد في اسبوع. فالصحة نعمة من عند ربنا. ما اعرفش الناس بتبقى بصلنا في ايه، او بصل غيرها ليه.
انتوا شايفين الجانب الحلو بس انتوا مش شايفين الجانب الوحش، مش شايفين الناس دي بتبقى عايشة ازاي، او الناس دي بيحصل لها ايه في يومها او ايه. فاتمنوا الخير لبعض وحبوا بعض. انا هنا كنت بنشر يا ولاد، واحد كان واقف تحت البلكونة في الشارع، فمش بقع على القرعة بتاعتي يا ولاد، فانا عمالة هنا بص بقى اهو شايفين. بس فكل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا كل حد يشغل نفسه بحاله بس. لكم الكلمة الحلوة، المعاملة الطيبة، كده بس يعني. بس اهم حاجة ان انتوا تصفوا نيتكم لبعض يا ولاد، اتمنوا الخير لبعض وحبوا بعض. آه، بجد انا عن نفسي يعني انا مش بشغل نفسي بحد خالص بجد والله. فبتمنى برضه ان الناس ما تشغلش نفسها بينا، اشغلوا نفسكم بس بايه، بالفيديو بتاعي والقناه بتاعتي، وكل شويه تدخلوا القناه وتشوفوا الفيديوهات كده وتحطوا لايكات بقى وتحطوا لي تعليقات حلوه منكم كده وطاقه ايجابيه يا ولاد عشان نشجع ونشوف لكم فيديوهات دايما. بس انا هنا بقى كنت استويت واتهريت في الحر يا ولاد، بقيت عامله زي البطاطا المشويه بالظبط. آه، مش بحب الحر جدا يعني، انا بحب اصلا النظام في حياتي. يعني انا لو حبيت كده ابره لازم اجي ادور عليها الاقيها مكانها. فلما بنشر الغسيل بتاعي بحب ان انا انشره بنظام جدا، وتلاقي الهدوم يعني كانها مكويه كده ومنشوره على الحبل. ف في الحر بقى لا، مش عايزه اقول لك، انا بنشر اي حاجه في اي حاجه، اهم حاجه الهدوم تتحط على الحبل في الشمس وتنشف خلاص بصراحه. لان انا مش بحب الحر خالص، وبتعب من الحر والزحمه، الحاجتين دول بصوا يعني فوبيا منهم بجد. ان انا امشي في مكان زحمه وفي ناس كتير وفي اصوات كتير ودوشه كده، دي حاجه بتوترني. او برضك الحر ان انا ابقى في مكان كله حر كده برضك بقى لا، دي حاجه بتتعبني بجد. يعني انا مش بحب اروح الاسواق، مش بعرف اروح مثلا الاسواق اللي هي فيها ناس كتيرة وتجمعات كتيرة واصوات عالية بقى وكده. لا انا بصراحة بتعب من الصوت العالي جدا، مش بحب الصوت العالي خالص. يعني انتوا بصوا لو قعدت لو حد سابني كده وطول النهار ما يكلمنيش، ما اتكلمش كلمة واحدة عادي. ف مش بحب الصوت العالي بصراحة، ولا بحب الحر. احب الهدوء دايما كده في كل حاجة في حياتي، احب ان كل حاجة تبقى هادية. فزي ما بقول لكم بقى يا اولاد اهو شايفين عمالة بنشر اللي فوق تحت واللي تحت فوق والحاجات الطويلة قدام والقصيرة ورا. وتبصوا انا اهم حاجة ان الهدوم تتحط على الحبل وخلاص. الجو حر جدا، ان المكان قدامنا يا ولاد تحفه بصراحه. يعني تكون الجو حلو كده وتكون نفسيتي تعبانه مثلا، اطلع بقى ادي لنفسي طاقه ايجابيه كده من ان انا اطلع اقف في البلكونه بقى ونشوف الفيو بتاعنا، فيو الساحل. أم، اهو عمالة الف يمين وشمال مدروخة من الشمس يا ولاد. هنا خلصنا الغسيل ونشرناه وقمنا قايلين بقى نعمل فرختين حلوين كده للعيال زي ما انتوا شايفين. عشان انا بقى عاملة فرختين ليه، عشان يكفوا العيال يومين 3 يا ولاد. حتى انا بقى معلقة سمنة كده في الحلة، سمنة بلدي، وحطينا كده الفرختين مغسولين كويس طبعا. وحطينا عليهم شوية بهارات فراخ، الاصفر ده بهارات فراخ يا ولاد. وهنحط شوية ملح وفلفل برضو كده. ونحط بقى بصلاية وتحطي جزراية وتحطي طماطماية وقرن فلفل شطة لو بتحبي، احنا بنحب اكلنا حار جدا. نحط بقى كل اللي نفسك فيه على الفرخية بتاعتك. هنا حطينا البصلة الحلوة بتاعتنا اهي. وده نعمل فراخ في شوربة يا ولاد، لان بصراحة الحر مش عايز محشي ولا عايز طبيخ بقى بطماطم وكده ومسبكات وحاجات تقيلة بصراحة. لا الجو حر، حر حر يعني. ونحط كده ورقتين لوري ونحطها فصين حبهان. واي حاجة انت عايزة تحطها على الفراخ حطيها، مش هتقولك لا. آه، بحبكم كتير يا ولاد بجد والله. اتمنى منكم بقى تسيبوا لي تعليق حلو كده منكم للفيديو، وهستنى بقى تحطوا لي لايكات
وربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي، بحبكم كتير كتير كتير. انا بقى لازم افتح فص الحبهان كده قبل ما احطه في الشوربة، عشان ماما كانت بتقولي تحطها مقفول كده وهي الفايدة كلها في الحب الصغنن الاسود اللي جوه الحبهان ده، فانت لازم تفتحيه. تفتحي الحبهان وتجيب يعني، عشان الحب الاسمر الصغنن اللي فيه ده هو اللي بيدي الطعم. انا بحب الحبهان عامه، شايفين تحط قرن شطه بقى بتاعك احنا بنحب الاكل حر بصراحه. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.